الأهلي يتم تجديد عقد محمد الشناوي وخصوصا بعد رحيل مصطفى شوبير. الكل في الفترة اللي فاتت كان بيتكلم عن الاستغناء عن محمد الشناوي مقابل الاعتماد على مصطفى شوبير، ولكن في الفترة الحالية الجميع بيتفاجأ بعرض فالنسيا الأسباني لمصطفى شوبير. في الحقيقة عرض فالنسيا الأسباني هو مغري جدا لمصطفى، واللي أقنع الحاج شوبير بشكل كبير جدا، وده لأن مصطفى في فترة الاحتراف، وهي فترة ذهبية ما بتجيش للحارس كتير، وخصوصا بقى ان احنا عندنا في الكرة المصرية ما فيش حراس احترفوا بشكل كبير جدا، ففرصة احتراف مصطفى مهمة جدا دلوقتي، واللي ممكن تكون فايدة كبيرة جدا للكرة المصرية من ناحية حراسة المرمى. مصطفى حارس كواليتي عالي جدا، فلو خرج هيكمل بره شوية شويتين ثلاثة ويمكن يكمل حياته بره، وخصوصا بقى ان انت بتتكلم عن لاعب بعقلية احترافية. اما بقى تجديد عقد محمد الشناوي واللي الاهلي كان اتفق معاه على موسمين ودلوقتي بقوا 3 بسبب احتراف مصطفى. اول سنة هياخد فيها محمد الشناوي 45، بعد كده 50، بعد كده 55، باختلاف بقى يا سيدي الاعلانات وكل الكلام اللي بيطلع. بس المهم دلوقتي، هل مركز حراسة المرمى في امان بعد تجديد محمد الشناوي وتجديد حمزة علاء وخروج مصطفى؟ فانت دلوقتي بقى عندك الثلاثي محمد الشناوي، حمزة علاء، وكمان مصطفى مخلوف. هل ده امان بالنسبة لجمهور الاهلي ولا لا؟ سيب لنا رايك في الكومنتات.